يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب العالمين. بارك على سيدنا محمد وآل محمد. الكويتي سأل السؤال، عيد سؤالك كويتي، عيد سؤالك يا كويتي. ألف عافية مولانا الغالي سيد السندباد، عيد سؤالك يا كويتي. هاي آخر مداخلة وراح أطلع. لماذا سؤال كويتي يقول لماذا أبو بكر وعمر أصروا على الدفاع على الدفان، إيه يعني ندفنه ويلا مو إشكال جنب النبي وطالما هم أعداء النبي. يقول كويتي إذا جابون على هذا السؤال أنا راح تشيع. طيب أعطيك جواب شافي ومقنع إن شاء الله. فاطمة الزهراء عليه السلام من طالبت بالإرث فدك إلى أبي بكر، إيش قال لها أبو بكر؟ من طالبة فدك إيش قال لها أبو بكر؟ أنا راح أجاوبك واحدة واحدة، أنت تريد الجواب؟ تريد الجواب راح أنطيك إيش قالها أبو بكر. غير تريد تجاوب لي اندفنا طالما هم أعداء النبي؟ يا أخي بس جاوبني مجرد على مود أنا أرجع لك للسؤال. إيش قال لها؟ يا أخي مو على الظلم، افهم مو على الظلم يا حبيبي، مو على الظلم، ما ظلمها. إيش قال لها؟ إيش قالها؟ إيش رد عليها؟ أنا قلت لك ظلمها، أنت ليش ما ولو أنت ما تفهم بس مو إشكال. أريد أنطيك هاي المداخلة الأخيرة على مودك وردة، خل أنطيك هاي المداخلة وأطلع لعيون سيد السندباد. ولك سؤالي، ليش تخلي واحد يطلع؟ سؤالي ايش قال لها؟ هذا سؤالي على مود ارجع سؤالك. ايش قال لها ابو بكر؟ ايش قال لها؟ ما علي بس افهم سؤالي، افهم سؤالي. ايش قال لها من طلبت؟ ايش رد عليها؟ بس قل لي رد عليها اكتب لي رد عليها وثمان لا ثمان لا، على مود ارجع السؤالي صحي ولا؟ يلا كويتي يلا وردة. ها كويتي. ولك ايش قال لها؟ ايش قالها؟ قالها ما بي فدك. ايش قالها؟ ايش رد عليها؟ لا ايش رد عليها هو ابو بكر بكتبكم؟ الف رحمة على والديك. قالها الانبياء لا يورثون ما تركوه صدقة، صحي ولا؟ صحي ولا؟ بس قل لي صحي ولا؟ انا قاعد هسه اسجلك صورة وصوت. حي الله سعودي، حي الله الغالي سعودي صديقي العزيز، ان شاء الله راح اعطيك المايك سعودي. والله مسجلك صورة وصوت، والله حتى التكس قال ما تركناه. سعودي شن قضى؟ مو ذاك اليوم دخلنا وتناقشنا انا وياك يومية، هي يومية الحسبة. طيب راح ارجع لك، شوف مولاي الشيعي قال ما تركناه صدقة، نحن معاشر الانبياء لا نورث. ويا سيد السندبادي ولا ما تركناه صدقة. زين اذا ترك الرسول ما ترك صدقة على رأي ابو بكر، يقول وهو هذا البيت ترك الرسول صدقة، شلون يجي ابو بكر وعائشة تدفن بيه الرسول وهو صدقة؟ ها؟ اذا هو ترك الرسول كل شيء صدقة نحن لا نورث، شلون يجي ابو بكر ويدفن نفسه بيه؟ ها؟ شلون يطلبوا هو هذا البيت صدقة، ترك الرسول صدقة، شلون يدفن بيه نفسه؟ يعني اصلا دفن ابو بكر حرام حرام حرام، لان هو ابو بكر يقول نحن معاشر الانبياء. ما مقنع ولك هو تسجيل ماشي راح نشره باليوتيوب. والله ابو بكر مو انتم على قولكم يقول ما تركناه صدقه، نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. زين هذا بيت الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم، شلون ابو بكر يندفن بيه ودفنته عائشه؟ شلون؟ وراح انطيك شلون يدفن نفسه بيه ويطالب بدفن
ببيت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا هو صدقة، غير الصدقة يتوزع. وهاي الطامة الكبرى اللي واقعين بيها انتم. يعني الصدقة يجي عمر يدفن نفسه وأبو بكر وين تروح عائشة من هاي من قول أبيه؟ هذا واحد. هذا واحد. الجواب الثاني راح نعطيك اياه من القرآن. مولاي شيعي على مود راح نشره باليوتيوب بعطيك الرابط. ألف رحمة على والديك. مولاي شيعي تسمعني؟ حبيبي الغالي سيد سندباد إن شاء الله تسمعني. هاي الصفحة الثانية راح تجي. هاي أول وحدة اجت. الثانية الله سبحانه وتعالى على أصحاب الكهف. أصحاب الكهف مو من آيات الله سبحانه وتعالى يا لا؟ بعدين أجاوبك. هذا أول شيء هدم عائشة وهدم أبو بكر. حي الله شيخ نعيمو. لأن على قول أبو بكر يقول ما تركناه صدقة، وإجا أبو بكر دفن نفسه بالبيت، وهاي طامة كبرى على أبو بكر وعائشة وعمر، يظلون ملعونين بهذا. الثاني حي الله شيخ نعيمو، الجواب الثاني من القرآن. أصحاب الكهف مو من آيات الله. لا هم طبعا هذا مو من عندي، من قول أبو بكر. حياك الله مولانا الغالي. القول الثاني شوف مولاي شيخ نعيمه قال شلون يندفن أبو بكر جنب الرسول. قلت له الرسول من اجته فاطمة الزهراء عليه السلام وقالها أبو بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما تركناه صدقة. زين إذا البيت تركه صدقة الرسول، شلون أبو بكر يدفن نفسه بيه؟ إذا أصبحوا ملعونين. الجواب الثاني اسمع كويتي راح أكحل عينك إن شاء الله، أنت تجيبها روحك. القرآن يقول على أصحاب الكهف من آيات الله أصحاب الكهف، وما يختلفون عليه اثنين. صح مولاي ولا؟ أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، من آيات الله سبحانه وتعالى. صح يا ولا كويت؟ من آيات الله يا ولا أصحاب الكهف؟ هو القرآن يقول لهم مولاي الشيعة مولاي السندباد. صحيح. كلبهم اندفن بالنص مالتهم، يعني هل تعتبر له فضيلة؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، يعني الكلب هم له فضيلة. يعني أبو بكر حاله حال الكلب، هم مدفون. دي هو دفن نفسه طبعا بالمناسبة، جزء الكلب. هسه اقتنعت كويتي؟ هذا أبو بكر، هاي المنقبة مالته. وإن شاء الله هذا التسجيل راح ينشر على اليوتيوب يا كويت، لأن أنت خليت نفسك مأزق وما طلعت من عنده. عرفت شلون؟ وداعتك والله راح انشره وافضحك فضيحة يا كويت، لأن جبتها. اي مولاي لكم المايك مولاي سيد سندباد في الصلاة على محمد وآل محمد هدم دين الوهاب.